طيب المره دي الموضوع مختلف شويه، لاني مش بيقتصر دور الحاجه اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله، مش بيقتصر دورها على المصانع بس، لا ده هي كمان موجوده في البيوت. طيب بتحاول تركز معايا جدا، لان انت محتاج تفهم وظيفه السيركت بريكر بالظبط، او اختصار الام سي بي. ايه هو الام سي بي؟ اختصار للمينيتشر سيركت بريكر. اولا هنتكلم هو عباره عن ايه، اجزائه عباره عن ايه، ووظيفته ايه زي ما اتعودنا، وبنختاره على اي اساس في الدايره بتاعتي. ركز معايا جدا بقى في اللي جاي. اولا المينيتشر سيركت بريكر ده في منه اربع انواع اللي هم عندك السنجل بول، في عندك الدبل بول، وعندك الثري بول، وعندك الفور سيركت بول بريكر. طيب تمام. ايه هو اصلا المينيتشر سيركت بريكر ده؟ هو عباره عن جهاز بيسمح بمرور التيار عادي جدا في الشغل الطبيعي بتاعه. عند زياده الحمل، لما الحمل يبدا يزيد او يحصل عندي شورت سيركت، يبدا يفصل عندي اوتوماتيك. خلاص كده تمام، عرفنا طريقه تشغيله ازاي. ركز معايا بقى جدا. الام سي بي بيبدا عندك من اول 1 امبير لحد 125 امبير، والشورت سيركت بتاعه بيوصل لحد 25 كيلو امبير. خلاص تمام. طيب تمام، تعالى نعرف بقى اصلا ايه هو التايب ده. التايب ده من شركه شنايدر، وهتلاقي عندك السلسله بتاعته اللي هي الاي سي 65 ان، ده السلسله اللي انت عايز تشتريه. طيب تمام. وعندي هو بيشتغل بتايب 10 سي اللي هو 10 امبير، وعندك هنا ال 6000 بتوع الشورت سيركت. طب ركز معايا بقى جدا في اللي جاي. اولا انا معايا السيركت بريكر، في عندي منه اربع انواع. في عندي السنجل بول، عندي الدبل بول، عندي الثري بول زي اللي في ايدي ده كده، وعندي الفور بول. طيب تمام. كل نوع منهم بنستخدمه في ايه وبنحتاجه في ايه بناء على الدايره اللي عندك في البيوت الاكتر بنشتغل بالسنجل بول وبالدبل بول، وبرضه بيشتغل في المصانع عادي جدا. لكن اللي في ايدي هنا بقى الثري بولز والفور بولز بيشتغلوا في المصانع اكتر، لان بيكون عندك مواتير 3 فيز وعندك احمال كبيره. طيب جميل. اولا هنتكلم بقى احنا وظيفته ايه اصلا في الاساس. وظيفه السيركت بريكر ده ان هو انا اقدر افصل واشغل الدايره مانوال، اقدر افصل واشغل الدايره مانوال بايدي على طول عادي. طيب تمام. الحاجه الثانيه اقدر بيحميني من الاوفرلود، وبيحميني من الشورت سيركت، واقدر اثناء عمليات الصيانه ان انا اقدر افصل السيركت بريكر ده يدوي بايدي كده. طيب تمام ماشي. ايه برضو المميزات اللي موجوده فيه؟ اولا انت عندك في اكتر من تايب. في عندك التايب اللي بنشتغل بيه هنا ده موجود تايب سي. هو احنا عندنا كام تايب؟ عندنا تايب بي، تايب سي كده هو المهم. حضرتك بتسمع ايه الفرق بين ان في تايب سي، تايب بي، تايب دي؟ خلينا نبداهم بالترتيب. طيب الاول اللي عندي موجود هنا عندي تايب سي. طيب انا عندي 3 انواع. ايه هم ال3 انواع وايه اهميتهم وبستخدمهم ازاي واختاره على اساس ايه اصلا بالظبط؟ طيب ركز معايا بقى جدا في اللي جاي. تايب بي ده بيشتغل عندك من 3 ل 5 اضعاف التيار المقنن بتاعك، وعندي تايب سي ده بيشتغل من 5 ل 10 اضعاف التيار المقنن بتاعك، وعندي تايب دي بيشتغل من 10 ل 20 التيار المقنن بتاعي. طيب انا برضو استفدت ايه من الجزء ده يا هندسه؟ استفدت ان انا بقول لك يا هندسه خد بالك، لو انا عندي ده مكتوب عليه 10 امبير هنا اهو زي سي دي 10 امبير، وعندي تايب سي لسه قايل لك ان هو من كام لكام؟ من 5 ل 10. اضرب 5 في 10 ب 50 امبير، واضرب 10 واضرب 10 في 10 يديك 100 امبير. يبقى انا كده فهمت ايه هو تايب سي وتايب بي وتايب دي. طيب جميل. اولا طريقه تشغيله هي اولا بقى بيشتغل ازاي اصلا؟ ركز معايا بقى جدا. اولا انت بيشتغل عندك عن طريق، في طريقتين للتشغيل بتوعه. اول حاجه اسمها التيرمينال بروتكشن عن طريق باي ميتال. في باي ميتال بتكون داخليه موجوده في السيركت بريكر. طب الباي ميتال دي بتشتغل ازاي؟ لما الحمل عندي يبدا يزيد، بيبدا درجه الحراره عندي تزيد، تبدا الباي ميتال دي تبدا تسيح او تبدا تنحني، تاخد شكل القوس كده لحد ما توصل لمرحله الفصل. فصلت خلاص، يبدا السيركت بريكر ينزل اوتوماتيك على طول. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، النوع الثاني بيشتغل عن طريق الماجنتيك بروتكشن. الماجنتيك بروتكشن ده بيحصل امتى او بيحصل ازاي؟ لما يجي عندي حمل زياده برضه يبدا التيار يزيد، فيبدا داخليا آلية الفصل بتشتغل ازاي؟ في حاجه كهرومغناطيسي، في ملف كهرومغناطيسي يبدا يسحب القلب الداخلي، فايه اللي يحصل؟ يبدا يفصل لي السيركت بريكر ده اوتوماتيك على طول. هقيس الحمل بتاعي، بشوف الحمل بتاعي كام اللي هشتغل عليه، واختار اساس الحمل بتاعي، بختار على اساس الكروس سكشن ايرا بتاعت الكابل، مقطع الكابل نفسه بتاعي اللي هشتغل عليه، بختار على اساس الجهد الكهربي اللي انا هشتغل عليه، جهد التشغيل بتاعي، بختار على اساس عدد الفازات
انا بشوف عندي اشتغل على زي ما قلت لك على سنجل بول ولا دبل بول ولا 3 بول، يعني هتدخل 3 فازات، هتدخل 4 فازات، هتدخل فازتين حسب انت عايز تدخل كام فازه. دي كانت كل حاجه عن السيركت بريكر. وانتظر الفيديو القادم عن الام سي سي بي. وما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لنا في الكومنتات انت محتاج اشرح لك ايه جزء مهم بالنسبه لك في دايره الكلاسيك كنترول.